تاني نقطة كنا عايزين نتكلم عليها، وانا معايا نوتس علشان خاطر عارفة ان انا هنسى. ايه اكتر حاجة بتمثل ليكوا عقبة آه، في الفترة دي؟ يعني قصادكم بتبقى عقبة قصادكم ان انتوا تبقوا حاسين ان انتوا مرتاحين وهادين. ايه اكتر حاجة ممكن تلاقيها بتعدي عليكم وبتبقى عقبة قدامكم قصاد ان انتوا تبقوا مرتاحين وهادين في الفترة دي؟ بما ان احنا مشاعر الهدوء والراحة هي من اكتر المشاعر اللي بتساعدنا ان احنا ننتج. هقولك قولي. كانت في دماغي دلوقتي. قولي. الفكره بتاعت ان انت ثانويه عامه، فانت أيوة. مش هينفع تقعد ما تذاكرش. انت حلو قوي. ثانويه ما ينفعش تبقى فاضي. حلو قوي. انت فاضي ازاي يا ابني؟ انت ثانويه عامه، يعني عندك وقت ازاي كده بقى؟ فاول ما تبقى مثلا قاعد بتشم نفسك اللي هو يجي لك تأنيب خلصتي ضمير بقى. المذاكره، في مذاكره خلصتيها كده بقى. فتحس ان انت مسحول، امم وده في حد ذاته مش هيساعدك على الانتاج. كونك ان انت ما بتاخدش ما بتفصلش، العجله دايره على طول، ده مش هينفع. هيجي عليك وقت وتتحرق خلاص. ما فيش طاقة. فدي من الافكار السلبية اللي بتعدي علينا، اللي بتعرقلنا، اللي هي فكرة ان انت ثانوية عامة، اللي هو هنرجع تاني معتقد انه احنا يعني معتقد قوي ووعي جمعي قوي جدا، اللي هو فكرة الثانوية العامة، اللي هو ثانوية عامة ده رعب، ده قلق، ده توتر، ده اي بيت فيه ثانوية عامة ده اعلنوا حالة الطوارئ. الحاجات دي كلها بتضغط على الولاد وبتضغط على الاهالي بشكل وهمي. مش مطلوب خالص، لانه ده في مبالغه، يعني في مبالغه في الاداء. ثانويه عامه مرحله مهمه، لان هي مرحله انتقاليه من مدرسه لجامعه، فهي مرحله مهمه. احنا لا هنهون ولا هنهول، هنديها حقها. ولكن اللي احنا بنشوفه حوالينا ان دايما بيبقى فيه تهويل، صح؟ انا ما بشوفش حد بيهون من موضوع ثانويه عامه. يعني دايما بنلاقي تهويل 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 بيأثر بالسلب علينا، على الاهالي، وبالتالي بيأثر بالسلب على الطلبه. واعتقد انه من اكتر الحاجات، يعني انا لو انا دلوقتي كطالب ثانويه عامه، الاسره بتاعتي على الاقل هاديه في موضوع ثانويه عامه، يعني ما عندهاش التهويل قوي كده، اعتقد ده هيساعده كتير في ان هو يبقى هادي ومرتاح في الفتره دي. صح؟ طيب، النقطه اللي بعد